لو انتي من محبي الكرشة ونفسك تعمليها بطريقة حلوة ومميزة، او حتى من الناس اللي ما بتحبهاش وبتقلق من نقطة الزفارة او اي ريحة مش لطيفة فيها، بعد الفيديو ده هتغيري رأيك خالص وتعشقيها. طبعا من الحاجات المهمة انك تجيبي الكرشة من مكان مضمون، من عند جزار عنده ضمير، تكون صغيرة عشان ما تاخدش وقت كتير معاكي في التسوية. لو جبت الكرشة من غير تنظيف، هتحطي حلة على النار فيها مية وتنزلي بمعلقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، واول لما المية تغلي معاكي هتبدأي تنزلي بالكرشة، وبعد كده تخرجيها على صينية مفرودة على اي حاجة، وتجيبي السكينة وتزيلي المادة الرمادي اللي عليها دي عشان تكون معاكي بيضة وجميلة وزي الفل كده زي ما انت شايفاها. نغسلها كويس قوي كذا مرة بملح وليمون وشوية خل عشان تضيع اي ريحة مش لطيفة فيها. وبعد ما نغسلها كويس قوي نبدأ نقطعها على حسب الرغبة، سواء عاوزينها كبيرة او قطع صغيرة، وناخد بالنا ان الكرش مع التسوية حجمها بيقل، يعني دول حوالي 2 كيلو، مع التسوية ممكن يوصلوا الكيلو. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. هحط حلة على النار فيها مية ومعلقة فلفل اسود وورق لورا وحبهان. طبعا ما ينفعش ان انا احط ملح نهائي خالص، لو بدأت ان انا انزل بالملح مع الكرشة هتفضل بقى قعدالي 20 ساعة او اكتر، مش هتستوي خالص. ما ينفعش احط ملح، يدوب بس بهارات كده تضيعلي اي ريحة زفارة منها مع السلق. وكده كده المية دي انا هتخلص منها. لو حابة تستعملي الشوربة دي ممكن تطعميها اكتر ببصلاية وطماطماية، لكن انا ما حطيتش عشان انا هتخلص منها ومش هستعملها في حاجة. اول ما المية بتاعتي تغلي هبدأ ان انا انزل بقطع الكرشة. البهارات عبارة عن فلفل اسود، ورق لورا، حبهان، عود من القرفة، واسيبها بقى على نار عالية لحد ما تاخد غلوة او غلوتين معايا. وبعد كده ههدي على النار خالص عشان تستوي براحتها وتكون دايبة كده وجميلة معايا. بصوا الشوربة بتاعتها شفافة وفاتحة جدا، ما فيهاش اي رواسب او تكتلات زفارة طالعالي كده على الوش، لان الكرشة مغسولة كويس جدا، ما فيش فيها اي ريحة زفارة، زي الفل حرفيا يعني. فنقطة النظافة وغسيل الكرشة كذا مرة كتير جدا هتفرق معاكي جدا في التسوية، وهتفرق معاكي في لون المياه اللي هتخرج منها، هتكون كده زي ما انتوا شايفين. هسيب الكرشة تستوي مع نفسها، وبعد كده هبدأ احضر الصلصة اللي هحط الكرشة فيها. حطيت طاسة على النار فيها شوية زيت ومعلقتين كبار من الثوم المفروم، هبدأ اقلب فيهم لحد ما يصفروا بس معايا، يدوب بس اشم ريحة الثوم. وبعدين هنزل بصلصة الطماطم، هنزل عليها بمعلقتين كبار من الخل، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعلقة كبيرة من السكر عشان تضيع عليها حموضة الطماطم، ومعلقة كبيرة من الكزبرة. واسيبها بقى على النار عالية لحد ما تاخد أول غلوة، وبعدين اهدي على النار واسيبها بقى تتسبك براحتها كده. وفي الوقت ده هبص على الكرشة هلاقيها خلاص وصلت معايا للتسوية الكاملة وبقت دايبة معايا. هبدأ بقى ان انا اصفيها واخرجها من المية دي في طبق كده على جنب، لاني مش هحتاج المية دي تاني خلاص. وطبعا اول لما حسيت الكرش دخلت في تسويه معايا كنت ضفت لها معلقتين ملح قبل ما اتخلص من الميه دي، وسبتها تتشرب بالملح كده لاني ما كنتش ضفت ملح زي ما قلت لكم في الاول. حطيت حله على النار فيها شويه من الزيت، ونزلت ببصليه مفرومه وعليها فلفل سبايسي، ونزلت بمعلقه صغيره من الملح وشويه من الصلصه اللي انا لسه محضراها وخففتها بشويه ميه، ونزلت بمعلقه بابريكا عشان تحمر معايا وتعزز لون الصلصه، ومعلقه من بهارات اللحمه، ومكعب مرقه. واسيبها على النار يدوب تاخد غلوة، وبعدين هننزل بالكرشة اللي صفيناها عشان تتشرب منها كويس. الريحة رهيبة اللهم بارك، والطعم مش قادرة اوصفلكوا بجد على الجمال. ولسه وصفتنا ما خلصتش، لسه كمان هنعمل لها الطشة ونطعمها اكتر. هحط طاسة على النار فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي، واول لما تدوب معايا هبدأ انزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، ومعلقة من الكزبرة، وشوية صغيرين من بهارات اللحمة، واقلبهم كويس كده. وبعدين هنزل بيهم فوق الكرشة بالصلصة، والله بقى على الريحة هتوديها في حتة تانية خالص. طبق الأكيلة وصل، ريحتها تجنن، طعمها لذيذ جدا، ما اخدتش وقت كتير معانا في التحضير، وكمان عملناها بطريقة مميزة. اتمنى تجربوها وتقولوا رأيكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اسيبكم بقى مع الجمال ده، استنوني في فيديو جديد ان شاء الله.